ابتداء من هاد الدورة وبقرار من الجامعة الملكية غادي نشوفوا 8 الماتشات في نهار واحد وفي توقيت واحد، نهار الحد مع 4:30. من بعد الدورة 26 واللي ربحوا فيها الفرق الثلاثة الأولين بينوا على أنهم غيبقاو مطايفين حتى للدورة 30. أما بالنسبة للفرق الآخرين ربحات قصبة التادلة والحسيمة وخسرات الكوكب وخسرات قنيطرة وبقات هي الأخرى في النقطة 21. الكوكب بلا مدرب من بعد ما خسروا مع لوسيس قرر المكتب ديال الكاسيم الاستغناء على البهجة، وهذا كان هو ثالث مدرب داز عندهم هذا العام من مورا بن عبيشة وفؤاد الصحابي. هاد السيمانه مدخلين الفتح اللي كتسلق المراتب دوره مورا دوره وقدرات تجيب 9 نقاط في 4 الماتشات. اما قنيطره غادا للرباط باش تلعب كونتر لي فار. قنيطره اللي خسروا الماتش الاخر في تيرانهم كونتر الحسيمه، الماتش اللي تلعب بلا جمهور، وهذا هو السبب اللي خلى قنيطره تخسر هذا الماتش كيف قال المدرب ديالها حسن اجنوي. اما لي فار اللي خسروا الماتش رقم 6 هذا العام كونتر جديده في الدوره 26، كيبقى لوبجيكتيف ديالهم الوحيد هو بناء فريق العام الجاي، سيرتو فاش كتسمع الاداره جدوا العقد مع العامري العام الجديد. شباب قصبة التادلة اللي ما بعيداش بزاف على قنيطره في الترتيب بجوج بيوت ديال الدغوغي وسعد الغرباوي ربحوا بركان في اخر دوره، خارجين هاد الدوره عند الحسيمه اللي فايتاهم غير بنقطه واحده ومكلاسيه 13 ب 25 نقطه. نبقاو مع الفراقي الاخرين وهاد المره في ملعب الفوسفات. اولمبيك خريبكا مدخلين اولمبيك ازفي، اي جودي داخل باوبجيكتيف الهروب من قاع الترتيب، وبن هاشم اللي صوفا البقاء ديالو في بريمير ديفيزيون وكيرجع هاد النتائج للعابه ديالو. نمشيو للشمال حيت كاين الكلاسيكو هاد السيمانه بين المغرب التطواني واتحاد طنجة. كان غادي يكون احسن الا كان الماتش بين جوج مدربين رسميين، بريزيدون ديال تطوان ابرون اللي فسخ العقد مع سيرخيو لوبيرا وعطى ليكيب الولاد فرقه، جمال الدريد اللي عنده ديبلوم بي، وامين الرباطي اللي لعب في الرجاء وتطوان ومازال كيقرا باش ياخذ الدبلوم ديالو. ونفس البلان بالنسبه لطنجة اللي من نهار مشى بن شيخه سيمو ولد الفرقه هو اللي مكلف بليكيب ا. بقاو 3 الماتشات مشنشطين، واحد بين الرابعه والثالثه. نهضه بركان ب 43 نقطه جابتها من 13 رباح و10 تعادلات، مدخله الرجاء الثالثه في لا ليست 49 نقطه. ماتش بين ثاني احسن دفاع ديال بركان بقياده تولاتي كوناتي ترابي والمحمدي، واحسن دفاع في البطوله ديال الرجاء بقياده ياميق بانون والزنيتي. وكاين ماتش بين الجديده الثانيه في الكلاسمو وخنيفره العشرة ب 29 نقطه. خنيفره خاصها تربح باش تزيد 3 بوين ترتاح بها شويه في الكلاسمو، والجديده اللي هي خاصها 3 بوين ولا شيء غير 3 بوين، وعينيها ديما على الوداد اللي فايتها ب5 نقاط شاعله ديال بصح واللي زقل تكسل. الوداد هاد الدوره مدخله حسنيه اكادير في ستاد دونور، ماتش غادي يكون صعيب على الفراقي بجوج. الحسنيه غادي تبغي تربح الماتش ديالها باش تهرب من المنطقه اللي شويه مكهربه، اما الوداد لعبه قدام الجمهور ديالها على الورق كتبقى هي اللي فافوري باش تربح الماتش الرابع على التوالي وتاخذ 3 بوين اللي غادي تقربها اكثر للقب.